أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أيمن حامد، والنهاردة حلقة جديدة من حلقات ناين ستوديو، وما زلنا مستمرين في الفيديوهات التعليمية تعليم مبادئ الفوتوشوب. والنهاردة هعلمكم إزاي تخلوا الصورة ألوانها حلوة أو مزهزهة زي ما بيقولوا يعني. فخلونا نخش على طول في الموضوع وأوريكم إزاي ممكن نقدر نظبط ألوان الصورة بتاعتنا. مبدئيا كده عود نفسك، لو أنت مصور محترف أو أنت معاك كاميرا احترافية، صور دايما بصيغة رو، ما تصورش بصيغة الجيبك، لأن الرو ملف أكبر بكتير وبيديك أوبشن او بيديك فرايتي ان انت تقدر تلعب في الصوره بتاعتك بطريقه اكبر وبشكل اوسع بكتير عن الجيبك. فاحنا دلوقتي فاتحين صوره، وطبعا لما بنيجي نصور بصيغه الرو بيطلع لنا الاوبشن ده على الفوتوشوب او الشاشه دي معانا. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الوايت بالانس، اللي هو ازاي نخلي درجه حراره الصوره مثلا نخليها ناحيه الاصفر. طبعا احنا مش عايزينها اصفر قوي، هنخليها ناحيه الازرق. مش ده اللي انا عايز اتكلم عليه النهارده، ده ممكن يبقى موضوع حلقه تانية خالص. سيبنا من الخانه دي خالص، هنخش على حاجه هنا فوق اسمها HSL Adjustment. هندوس عليها هنلاقي فيها 3 اختيارات: هيو، ساتوريشن، ولومينس. الهيو انا مش عارف هي الترجمه بتاعتها المسحه، انا مش عارف يعني ايه مسحه. والساتوريشن طبعا درجه تشبع الالوان بتاعت الصوره. واللومينس اللي هي تقريبا السطوع بتاع الالوان نفسها بتاعت الصوره. فاحنا عندنا دلوقتي الصوره بتاعتنا بنشوف الالوان اللي فيها مكونه من ايه. عندنا مثلا الاخضر موجود اللي هو الزرع، عندنا مثلا الاحمر في اللبس بتاعي، وعندنا طبعا الغامق في الجاكيت اللي هو الاسود. فاحنا هنيجي مثلا عند الاحمر ونختار هيو اول واحده، ونبتدي نحرك البار ده ناحيه اليمين او ناحيه الشمال زي ما احنا حابين. زي ما انتم شايفين كده لون البلوفر بيتغير معايا، بس كده هو رايح للون تاني بقى بيربل خالص. فاحنا اكيد مش عايزين اللون ده، احنا عايزينه احمر برضو، مش عايزين نغير اللون بتاعه. فاحنا نحرك البار بتاع الريد حاجه بسيطه جدا، وبعد كده هنخش على الساتوريشن اللي هي بعدها، واللي هي درجه تشبع اللون، ودي بقى هنحركها ناحيه اليمين بحيث ان اللون بتاعنا يغمق. وزي ما انتوا واخدين بالكم اللون ابتدى يغمق معانا، فاحنا مش عايزين برضو نغمقه قوي. والموضوع ده على فكره بعينك وبنظرك مع الشغل بعد كده في اي صوره، مش الصوره دي بس، انت بعينك بقى هتشوف اللون ده محتاج يتغمق يتفتح حلو كده، غامق قوي او فاتح قوي. وبعد كده هنخش على اللومينس ونيجي نختار الاحمر برضو، ونبتدي نحركه ناحيه الشمال شويه، واللون ابتدى يغمق اكتر. بس ده بالنسبه للريد. بعد كده هنيجي عند الجرين، هنرجع تاني للهيو وهنختار الخانه اللي مكتوب فيها جرين، ونبتدي نحرك البار بتاعنا. وزي ما انتم شايفين بصوا لما بروح ناحيه الشمال اللون بيروح للاصفر شويه، ولما بروح ناحيه اليمين اللون بيخضر معايا. فانا كده شايف ان هو تمام. بعد كده درجه تشبع اللون و هنحركه نشوف الافضل ايه. انا شايف ان هو افضل يبقى هنا. وبعد كده اللومينس اخر حاجه، وهنخليها ناحيه الشمال، نحاول نغمق الصوره بتاعتنا شويه. تمام. بعد كده هنرجع تاني عشان البلاك مش موجود هنا، هنرجع تاني لاول حاجه اللي هي البيزك خالص، وهنيجي عند كلمه بلاكس تحت، ونبتدي نحرك البار ناحيه الشمال. زي ما انتم شايفين كده الجاكيت عمال يغمق، بس طبعا احنا مش عايزينه يغمق قوي، فهنخليه هنا كده مثلا، بس كده حلو قوي. وبعد كده هندوس اوبن ايمج. زي ما انتم شايفين الصوره شكلها اتغير معايا تماما. حابب ان انا اوريكم دلوقتي الفرق بين الصورتين. زي ما انتم شايفين كده الصوره دي الاصليه بتاعتنا كانت كده، وبقت بعد الايديت كده. طبعا اختلاف كبير جدا بين الصورتين. الصوره هنا تحس ان هي الالوان فيها مش واضحه قوي، هنا الالوان بقت واضحه بزياده جدا. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش بقى في اخر الحلقه اللايك والشير والسبسكرايب زي ما احنا متعودين على طول، واكتبوا لي في الكومنتات تحت عايزين تشوفوا حلقات تاني ايه عن تعليم مبادئ الفوتوشوب. واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.